بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا. صباحكم مبروك، صباحكم زين الزينات خواتاتي المتتبعات نتاوعي. شكرا لكم على التحفيزات وعلى الكومنتيرات الزوينين كيما نتوما. اليوم تاني جبت لكم قصة عبرة ليس للفرجة. هذه كانت واحد الأخت تاني هي متزوجة وفرحانة بزواجها وعاشرة الزوج تاعها بالصفا والنية. كانت هي وياه مثل أعلى للناس وحدين أخرين. كانت فاتحة هي وياه واحد المحل ولقاو عليه الإقبال وما شاء الله كانوا خدامين بزوج. كانت ليام بيناتهم ما تصوروش يا البنات. واحد النهار وهي في المحل وما شافهاش الزوج نتاعها ولقاتو يا البنات يرفد ليها الدراهم من المكتب تاعها، من الدرج نتاع المكتب تاعها وين تحط دراهمها هي وياه. واللي زاد طين بلة هي البنات لقاتها رفدهم وهو يخون فيها مع مرا واحدة أخرى. من داك النهار يا البنات واش تصوروا واش صرالها؟ قررت باللي تخرج من الدار، ولكن راحت عند صديقة قالت لها قعدي وصبري على وليداتك وكل شيء، ولكن هي ما قدرتش. قلت لها وكان نصبر ونتغاضى على هذا الأمر كي نشوفه نتفكر كل شيء. ولات مصدومة يا البنات، غير تبكي وتندب وما نحكي لكمش. ومن ذاك النهار قررت الانتحار يا البنات. هنا البنات نواصل معاكم، هذا وليدي راه يدير لي كراب وشوفوا واش راه يطيب خطوة بخطوة. الله غالب يا البنات، عيات كانت غير تشوف وتسكت الله غالب حتى جا النهار اللي انفجرت، حلفت ما تقعد وقررت ما تقعد في ديك الدار. قلت لهم غير الا قعدت معاه ما نقدرش. فكرت في الانتحار. واش نصحوها يا البنات؟ انا نقول لها يا اختي هذه غلط، ما تستاهليش تنتحري على انسان خانك، وماشي هذه هي نهاية الدنيا. فكري في دوك الوليدات اللي راهم عندك، ما يستاهلش نتيا باش تنتحري عليه وتخسري عملك مع الله. هذيك روحي يا البنت يا اختي، قري مليح وفكري مليح. وهذه صح صعيبة ما يتقبلها لا عقل ولا لا الخيانة، حتى واحد ما كيبغيها يا البنات، والصعيبة بزاف بزاف. حنا ربي سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل على عزكم الله على البهيمة. هذه مرة بالسيف ترفد الاخر، ماشي بهيمة. البهيمة عزكم الله الا كانت ما تهدرش مسكينة، تكون واقفة وتطيح على رجليها هذاك باش يحسوا بها باللي صايعيات. ولكن الانسان عنده تفكير. خدي قرار اختي، ونقول لكم البنات خيتاتي خواتاتي وشوفوا واش تنصحوها. هذا وليدي كيما قلت لكم راه يدير لي كراب، خطوات شتوهم، خطرات نجح له، خطرات ما نحكي لكمش. كان كواليس في الكوزينه ما نحكي لكمش البنات. هذا وليدي الكبير ربي حفظه وخياته راهو دايرين به، وقال لي ماما ندير لي كراب. هو بحكم يبغي لي كراب بزاف بزاف، خطر يديرهم بالشوفان، خطر يديرهم هذه قوفيه البنات واللي تعرف قوفيه دارهم بيها. دير ليها الرب، راكم تشوفوا القرعه نتاع الرب حدا المقلاة، ودار لها الشوكولا في الوسط وحبه بيض وشويه مع ان ما دارلهاش السكر البنات. وهادو واصلوا معانا خواتاتي. واش نقول لكم؟ من داك النهار كيما قالت نواصل معاكم القصه تاع هاد الاخت. صعيبه بزاف يا اختي، وما نصحكش انا تنتحري. ما يستاهلش هاد الانسان اللي تنتحري على جاله. نقول لك بدي صفحه جديده في حياتك. انتي شوفي اللي خرجك. الا قلت لك طلقي ولا ديري له الخلع، ابغض الحلال عند الله الطلاق. ماشي مليح. هادو هما اللي كراب البنات نتاع وليدي، وراه يدير لهم الشوكولا وراه يزوق فيهم. كيما قلت لكم اخواتاتي، نصحوها نصيحه وكتبوا لها كاش كومونتير زوين يطيب خاطرها. ونقول لك يا اختي حنا نقولوا لك بدي حياه جديده. ولا شتي انها تاني الطلاق بغات الحلال عند الله الطلاق، ولكن تاني ربي خلقه حل الانسان وعبره وباش يتفك. ولا شتي راسك معذبه بزاف ولا شتي انك ما تقدريش تعيشي معاه، صاي كملت العشره، شوفي ديري حاجه راهي قدامك المحكمه، وديري حاجه اللي تواتيك اختي. ونقول لك انا بالنسبه لي ديري صفحه جديده، شغل نقزي ستار اختي.
ديري راسك هودي لسطر واحد اخر وفتحي صفحه جديده، ولا قطعي داك اللي فات وبداي من جديد. الله غالب ما يستاهلش هذا باش انتي بنيتي معاه مستقبلك وخدمتي وشقيتي وتعبتي وكنتي دايره فيه الثقه العمياء، وكنتي بالنسبه له ما نعرف بالنسبه لك هو السند نتاعك، وكسرك اختي ربي يهديه. نقول له يا خويا ربي يهديك. انسان يجي للمراه يواجهها نيشان ربي يحلل عليك 4. بصح اروح ليها ليشان قول لها بنت الناس باغيين تزوج، الا هي قبلت الصحه فيها نعمه، ما قبلتش هي راهي تعرف واش دير. كيما قلت لكم خواتاتي، هنا ثاني هذه بغيت ندير زياره لواحد الاخت درت لها الطعام، وهنا في الليل البنات قررت باش ندير غير شويه حريره، وكان الزوج تاعي مريض قلت ندير له شويه حريره باش هكا مليحه زعما مع شويه كي يكون البرد وكل شيء الحريره مليحه. الطعام درته في الغداء في الفطور، والحريره درتها في الليل. هاكو عارفين الحريره كيفاش تنصب، وراك راني قدامكم المراحل. كيما قلت لكم خواتاتي حاولوا تنصحوها وشوفوا هاد الاخت، شوفوا واش قرار تاعها اتخذته صعيب في حاله الغضب اللي راهي غضبانه ما عارفه واش راهي دير. نقول لك يا اختي ما يستاهلش حتى دمعه طيحيها عليه، ماشي الا لا تنتحري. فكري في هذوك الوليدات لما تخليهم وين تروحي بيهم، وبالاخص الا لقات الوالدين الناس كاين شي من واحد من والدين الله يهديهم يقول ليها خلي له ولاده ورواحي برقبتك. احنا ما نقدروش نستغناو على وليداتنا هما راس مالنا، تعبنا عليهم شقينا عليهم، سمعنا الكلمه الزينه والخايبه، ولكن خاصك يا اختي صبري على جال وليداتك، صبري وعيشي مع ولادك حياة جديدة. الباب اللي يجيك منه الريح سديه واستريحي. وهذا ما نقول لك خيتي والمتتبعات العزيزات على قلبي، خصكم تنصحوها. وما بقى لي غير نقول لكم هذه هي الحريرة، شهيتكم في الجنة خواتاتي، ويا ربي تاخذوا هذه القصة عبرة وليس كفرجة، ونصحوها. ونقول لكم دمتم في رعاية المولى العزيز الكريم، وخلونا كومنتير زوين وتحفيزي ان شاء الله كيما نتوما. الى فيديو مقبل ان شاء الله، مع الف سلامة.